ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اديكم بينا ما نعمل رز بلبن على طريقة مامتي ومامتك ايام زمان. حاجة سهلة وبسيطة. في ناس كتير قوي ما بتحبش تحط له كريم شانتيه. انا عاملاه معاكم فيديو قبل كده بكريم شانتيه، انما المرة دي هعمله على طريقة ايام زمان. ما كانوش بيبتكروا فيه ولا اي حاجة، وكان بيطلع تحفة تحفة تحفة. قوامه كده كريمي جدا. طعمه حلو ومفهوش اي ابتكارات ولا اي حاجة، بطريقة بسيطة جدا. ما خدش مني نص ساعة بالظبط وكان جاهز. يلا نعمله مع بعض. اول حاجة هنسمي الله، هنجيب حلة على النار نحط فيها مج من الرز مغسول كويس ومتصفي. ننزل عليهم ب3 مجات من المية ساقعة عادي خالص. هنغطي عليهم بقى ونسيبهم على نار هادية لحد ما يستوي خالص. بس هنقعد نقلب كل شوية عشان ما يلزقش مننا. نخلي يعني دايما باستمرار كل شوية نقلب فيه عشان ما يلزقش مننا ويشيط كده. عندي هو بعد خلاص ما الرز عندي استوى وبقى تقيل قوامه كده، تقيل، النشا بتاعه الرز طلعت. هجهز عندي مقدار 1.5 كيلو من اللبن كامل الدسم من عندي اللبان، مش من السوبر ماركت. ده 1.5 كيلو. هنزل على كمية الرز بتاعتي. السكر بقى اختياري، انا حطيت مج ونص من السكر وطالع معايا ولا مسكر قوي ولا عادب، سكره مظبوط جدا. وعلى حسب الرغبة، في ناس بتحب سكره قليل، في ناس بتحبه زيادة. هنبدأ نقلب السكر مع الرز كده لحد ما نتأكد ان السكر داب. ننزل عليهم بكيس من الفانيليا. هنجهز عندنا مج او كوباية نحط فيها 3 معالق كبار من النشا. وننزل عليهم بنص كوباية من المية الساقعة عشان النشا ما تكلكعش مني، او نص كوباية من اللبن. انا استخدمت نص كوباية من اللبن على 3 معالق كبار من النشا. هنزل عليهم على الرز، هديهم تقليبة كده مع بعض. هستنى عندي لحد ما الرز يبدأ يغلي كده. هقولك بقى على حاجة كانوا بيضيفوها برضو مع الرز بلبن. معلقة قشطة. القشطة دي انا اللي عاملاها في البيت. انا كنت جايبة لبن لما كنت عاملاه معاكم في فيديو زبادي، كنت القشطة دي منه. هنحط معلقة حلوة كده من القشطة. عايزة تحطي براحتك، عايزة تحطي كريمة لباني براحتك. انا بتكلم ان انا هعمله زي طريقة زمان خالص، ما كانوش بيبتكروا فيه وكان بيطلع تحفة وريحته تحفة وقوامه حلو قوي كده. عندي الرز سبته يغلي، خد غلوتين بالظبط، وبنقعد نقلب برضو فيه عشان ما يلزقش مننا او يشيط. هنجيب الاطباق عندنا بتاعة التقديم بتاعتنا او البولات اللي احنا هنحط فيها. هنغرف بقى كمية الرز بتاعتي كلها، ومع كل غرفة وغرفة يعني اديله تقليبة كده عشان انا سايبة النار قايدة بس موطياه شمعة زي ما بنوطي على الرز كده، موطياه شمعة خالص كده. عندي خلصت كل الكمية، اللهم بارك. عمل عندي ما شاء الله اطباق كتير. هنبدأ نزينه بقى بأي حاجة عندك. أنا زينته على الوش كده أي مكسرات عندك. أنا رشيت جوز الهند بس. انت أي مكسرات عندك، عين جمل، حطي زبيب سوداني، أي حاجة بتمشي. في ناس بتحب تاكله من غير أي حاجة خالص. أنا كان متوفر عندي زبيب، ما كانش متوفر، أسفة، عندي زبيب، كان عندي جوز هند بس فأنا حطيتها. بس مجرد ما يبرد شوية هنحطه في التلاجة، وبألف هنا يا حبايب قلبي. انا دقته طعمه روعة روعة، وفعلا ايام زمان كانوا ما بيتكروش في الاكل زي دلوقتي، ولا توابل كتير ولا اي حاجة، والحاجة كانت بتطلع تحفة. باي يا حبايب قلبي، استناكم في فيديو جديد ان شاء الله.